التمور. شوف المنظر اللي وراي من عقب صلاة الفجر والناس هني. المهرجان مدته تقريبا 35 يوم، لكن شيء عجيب كمية التجارة وكمية التمور اللي قاعد تنباع في هالمكان. 7,200,000 نخلة منطقة القصيم، فيها 23,000 مزرعة ينتجون حوالي 300,000 طن تمور سنة. من الساعة 8 بالليل تدخل السيارات هني. الجزء الأول من المبيعات يكون لنصيب الرطب وللمنصف. ومن بعد صلاة الفجر لغاية الساعة 8 الصبح هالسيارات هذه كلها تكون مبيوعة بالكامل. السوق تدخل حوالي 2000 سيارة يوميا، مبيعاتهم حوالي 1000 طن يوميا من التمور كل يوم. اللي وراي هذا اللي بالمهرجان، السيارات هذه كلها ترى بس تشكل حوالي 23% من مبيعات التمور مالت القصيم. هم بالنسبة حق باقي الانتاج يروح من المزارع سيدة الى التجار بالكامل. المكان، روح المكان، التجار، التمر، احساس رهيب، شيء يونس صراحة، ويستاهل واحد من يقوم من عقب صلاة الفجر يجي هني. نفس الوقت مفخرة اللي يشوف المملكة وهالشيء اللي قاعد يصير فيها من انتاج تمور، شيء رهيب. الحين عاد بنزل وياكم ونروح للحراي ونشوف ونتذوق هالتمور. تشتغل تسوي؟ اشتغل بالعربية. بالعربية؟ ما شاء الله عليك. أنا الحين معاي أصغر دلالوة بالسوق. البركة اي وحلوة مع خلطة سرية. ما تعلم الخلطة ها؟ خلطة البيض. نعم كلنا اخوان يا ابوي العمر. ما هو على كرم كذا كيس. هذا على صندوق مثل هذا القفل. هذا القفل. اي نعم. استرح الحين هو سؤال مسكوك. هذا القفل مال القصيم. اي نعم. ما شاء الله. هذا شنو؟
هذا القفل حق الشمال حق حايل حايل غير شكل. اي معي شوف عبد الرحمن لحظة عبد الرحمن صبحك الله بالخير ام مناور. صباح النور والسرور. الله حيه. حييك بجيك. حييك ببلدك الثاني. جزاك الله خير. 12 على يد والدتي الله يرحمها. يرحمهم. من يوم عمرك 12 وتشتغلين؟ اشتغل اول ما بديت بالبريد. نعم. من البريد مسهل على البنيات. نعم. يقول كذا. اي. لبرمه. اي. وبعده بدينا شو اسمه الغزل نمشى. الغنم كل ما يجي الصيف يقصونها. اي. تقص يروحنا النساء اللي عندهن يعني خبره وياخذون الصوف الناعم زين. اي. واللي يغسل لنا شرن لين يبس ليه يبس اخذنهم وخلنهم من الشواي بالحسك والقيح والضروجيكم والحاجات اللي ثم في اللي كذا اللي نفس بالكرداس اللي نحط مطارح مثل مطارح ومخاض يجي انعم وكذا ويغزل لنا بعد. هذا نصلح من المطارح. عندنا مطرحه لها 38 سنه من الصوف. هذه ما شاء الله. هذا 38 سنة هذا صار له؟ 30 سنة. عيالي اللي نغطيهم فيها الحين مدرسين عيالهم. ما شاء الله. والله. تبارك الرحمن. الله يخليهم لك إن شاء الله. يا من هذا نضربها بدينهم نغسلها ولا تغير. تاخذ ساعتين اللي هي يابسة. ما شاء الله. ولا تلهلم الصوف. زال هذا على يد والدتي اللي ورثته منها. اي. له 70 سنة. تقول من أول رعاية الغزلان. ما شاء الله. تقول عندنا مثل الغزل. تقول نلقى الصغار منها. والمخاريز. هذا على يد منه؟ على يد والدتي. الله يرحمه. هذا لهن على 70 كلهم. كلهم على 70 سنة؟ اي والله انهم على 70 سنة قبل اطلع على 70 سنة. قبل لا تنولدين؟ لا عنده هي وهي ورثتها وراثها من امها. ما شاء الله. يا معناته انت صغيرة شباب يا ام مناور. الدين والخير. الحمد لله. اي والله. الحمد لله. على طولة العمر في طاعة الله. تبيعينهم ام مناور هاد العدة؟ لا والله اغليهم من غلاء هم لو يجيبون لي كنوز لان مسكته يد والدتي الله يجعلها للجنه واحترصت عليهم هي. رحمة الله عليها. رحمة الله عليها. هي توها متوفيه لها 4 شهور بس. لا. وهي بالمستشفى. اي. الحمد لله. الفكرة معي ام مناور. اي والله فكرها معها ولا الحمد استاها قلب سبحان الله العظيم. حقنا الغزل. الاستاذ له عدة الوقت. شيء من السعادة شيء من هذا الاستاذ ولا المدخل. لا استاذ. صبغ الماني هذا على يدها وارثته وراثه منها. على المواصلات يمكن لها تاريخها عليه قديم. اي والله خل نشوف. شوف تاريخها. وين شلون يجيبونه على البل هذا الصبغ؟ يجيبونه على البليد نديرها اليديره من اول هذه مهنتها ويجيبونه. من المانيا ويوصل هنا. والله ما ادري من سيف ياسر منين يجيبونه مر والله ان خواتها تلفن وبقت هذه. كم لم مناوري؟ والله لها زود من 80. شوف هذه 80 سنة؟ اي والله. ما شاء الله. مصبوغة بهالصبغ؟ بهالصبغ على يد والدتي. يد جدتك الله يرحمها. جدتي الله يرحمها وعلى يد امي. والصبغ فيه اللي الان احترصن فيها الصبغ فيه اللي الان خذوا منه عينه بس وصبغوا ذي. ادري عدل هو صالح مو بس انه خليناه كان يعني مع تاريخه كمتها. تراث خليتيه. اي خلينا تراث. هذا شوف عزك الله كيف جايبتنا السياره. اي. وحاطتنا الحيوان الحمار كرمكم الله. اي. والعسكري بينه. شوف. اي. شوف قديما هذا. شلون؟ شيء. البنات الحين شو يقولون الصبغ من وين؟ هو صبغ الصوف. قلت هذا منين نستخرج؟ انا علمت الامير رايد الفضل علمت امير منطقه القصيم عيت الملك عبد العزيز كانت نوره قالت جيب تعالي خليهم يجون بالجمعيه يشوفونا ويجينا فصلي. اي. فصل ثانوي. اي. قلت لهم منين هذا ناخذ؟ منين يستخرج الصوف هذا؟ والله على فم واحد يا اخواني وعيالي انه قالوا من الدجاج. يقولوا لك الصوف جاي من الدجاج؟ والله إن هذا كلام هو لي. بنات هالوقت هذول وش عرفهم؟ قالوا من الدجاج. قمت انا يقلبون عليك. كيف يعني؟ هذه الكليتشة الأصلية. قام الفرن. خبز.
داخلك شو تسوين داخلك؟ شو تحطين داخلها؟ سكر ودرسين وزنجبيل وليمون. طبعا كانوا ياخذون من غطا الصلصه وغطا الطماط، هذه من الالعاب الشعبيه القديمه. اي. وعندك هذه برضو سياره قديم كانوا يحطون جالون والكرات غطيان بيبسي. اي. هذه على الغطاوي. هذه بالشكل هذا. احتراف. هذه بالشكل هذا طبعا نتكلم من الخشبه لكن نسويها. والفايز واحد في مهرجاننا التسارع الرملي. وين الفايز؟ عطني الفايز يا كابتن يزيد. تمر البيضة خذوها مني، الخير مجمل في وجه مجابر. حياك الله في مهرجان تمر البيضة واهلا وسهلا فيك. جزاك الله خير. تمر البيضة. الجلسة الطيبة مع البنات. صبحكم الله بالخير يا بنات. طاح الريوق تحت ظلال النخيل. تفضلوا ما شاء الله تبارك الرحمن. هالقعدة الطيبة. قاعدة يا جماعة ولا أروع، تحتها النخل والريوق مع الأخوان. شوف والله شوف شيء عجيب. جماعية 1 2 3 شو تقولون؟ مرقوق. صبحكم الله بالخير من عند بنورة. يا حي الله. قال لنا لا تدخلون عندي الا بشمسية. ليش؟ تشوف داخل ان شاء الله. ها؟ داخل ان شاء الله. بيت لا تدخله بشمسية، بس في القصيم تشوف هالسوالف. بيت وشمسية. يلا تفضل. خلنا نشوف. بسم الله. بنورة. يلا حيهم يلا حيهم. ما شاء الله. شنو هذا مطر؟ وين قاعدين؟ وين احنا؟ كنا اندونيسيا قاعدين، ماليزيا. يلا يا جماعة الخير رشاشات ماي. يلا حيهم يلا حيهم. هذه بداية الخير نزل معك. ما شاء الله. ما شاء الله رشاشات ماي. وحندخل بيت بنورة. مطر صناعي. مطر صناعي والله. بسم الله. بنورة ليش هالمطر الصناعي اللي حاطه لنا؟ يقول الخير يجي مع الخير. شلون؟ جيت وان شاء الله هذا الخير. بدينا. هذه طبعا الامطار هذه لجنة نفسية تضبط ان شاء الله عليك. انا لا جيت انت خلاص ان شاء الله انكسر. والله سلم لي على مزاجك الحلو. الله يطول. نشرب لنا فنجان قهوه وبعد ان شاء الله. شو القعده الحلوه؟ شو هالشيء؟ تفضل. ما شاء الله. شاي القهوه يا شباب. ولازم ما لذ وطاب بالقصيم. القعده الحلوه. هذه مجموعة أتلانتس، مجموعة من زمان قايل لها 7 سنوات تقريبا، وابتدت من أعمار صغيرة الحمد لله جمعناها من المدارس. مواهب أنا أحب أتبنى أي موهبة أيا كان. زين. أحب أتبناها لأنها أقل حاجة أثور البركان اللي فيها. إن شاء الله. والموهبة اللي عندك هنا شنو أكثر شيء؟ اللي هم جاردن أتلانتس، طيور وطريقة التعامل مع الطيور. ها يعني هني اللي بنشوفه عندك الحين كله طيور، تعامل مع الطيور. أيوة. إن شاء الله. ولازم يدخل علينا الخلال والرطب في الموضوع. تفضل. طبعا بحيث انك بنفس الوقت انا صورت القصيم مجسم
صورت القصيم مجسم صغير. اي تجد ان الواحد اللي زار المكان كانه شاف القصيم قديما قبل 40 سنه او 45 سنه. يعني الحين بشوفه قصيم قديم. ابو نور ايش تبي تعطينا الحين؟ بعطيك الاكل، هو بالاصل يجي من دون اكل، لكن بدا الزباين صارت خلاص لا تعطيها اكل. انزين عشان هي للطيور الحين. انزين ابو نور الحين ارفع ايدي كذي وتجي للطيور؟ اي ما شاء الله لا اله الا الله. طبعا هذا طير الجنه، الله يوصلنا ان شاء الله الجنه. سبحان الله شلون الطير ما يخاف. لا اله الا الله. المسكت هذه وراح بالي افضل. اي خلى الحاج ابو جابر ان شاء الله يكون عندي اكثر. صالح ايش تسوي ابو نور؟ طالع لا اله الا الله ما شاء الله. صراحة احساس عجيب ونوره ما شاء الله عليك. الله الوالد الله يرحمه. ليش محروقة؟ لا صاير تحت الارض تحت السور هنا حصلناها. حصلتوها ايه؟ القديم يعني مواليد الوجدان طبعا. من 50 إلى 45 سنة. ما شاء الله. كانت فيها الجلال، الصلاة وثيابنا كان ايه. ابو نور المتابعين اللي يبي الحين يجي يزور. طبعا عندنا حسابنا اللي هو هذا حسابكم؟ حساباتنا الانستغرام وسناب شات. ايه. يتواصل وياكم. هذا تلاقيت مع ام ماجد ام السميه هنا. صبحك الله بالخير ام ماجد. الله برضه والله نورت السعوديه انت ضيوف. الله. ام ماجد من القصيم، انت من عنيزه ولا بريده؟ لا من بريده. من بريده ان شاء الله. مواليد ابا وام. ومواليد ابا وام من بريده اي والله. ان شاء الله. شنو شغلك؟ شو تسوي؟ والله تطوير التراث أي. عباره عن سلات. اي نضيف لنا الاكسسوار والاقمشه التراثيه أي. بحيث ان نرضي الزبون تسوين؟ نجيبها نفسها اسلال. أي. نضيف لهم حجر صغير، نضيف لهم العروس الاسلاميه مثل أي. النوع هذا. اي هذا نسويها رايز هذولي. أي. طبعا نسويهم طبعا تقعد معنا ساعه ونص دي. اي نضيف لها خط البلده. شنو خط علميني شنو هذا؟ هذا زي البنطلون يسمونه بنطلون وهو السروال القديم. هذا خط البلجه؟ البلده ايه لبس امهاتنا واجدادنا الحين قليل يلبسوه بس وقت المناسبات التراثيه بس. اي طبعا الحين يميز بعد هاللبس هذا؟ اللبس طبعا يميزوه الشالكي. اي هذول القماش الشالكي هذا بعد قديم. اي ونضيف له طبعا الجدايل. اي والبكل نضيف له الجدايل والبكل. أي. ونادر احنا البنات ما يسوون هذه. ليش؟ لانهم قطعوا بالقص الحين. اي والله بالقص. راح الشعر وتشاركين يعني بمعارض تسوينها؟ اي يا رب لك الحمد. طبعا انا مدربه أي. وحرفيه بنفس الوقت. ما شاء الله. اشارك بمهرجان كليجة ومهرجان الربيع. أي. لعده مشاركات عندي. ردة فعل الناس على الامور التراثيه؟ والله ما شاء الله قبال ما توقعته. ما شاء الله. صراحة. لدرجه اني عجزت اطلق. ما شاء الله. وترى كله يعني بيدي ما شاء الله تبارك الله للحين ما توقع. خطتك الجديده ايش بتسوين؟ والله احاول نطور الشكل. اي اطلع اشكال جديده. اي بحيث اني ارضي الزباين ما يملون من الاشكال اللي انا عرضتها قبل. عدل. ام ماجد سم. شفت الكرت مالك مكتوب ام ماجد القلب الحنون. ليش القلب الحنون؟ القلب الحنون هذا لقب لي. شو القلب الحنون؟ لانه كان لقب لي من قبل ما اكون حرفيه. اي وجيت بختار اسم قلت برجع الاسم اللي يكون معروف جمهور حتى من الاقارب. انزين قلب الحنون لا سب ام ماجد. اللقب هذا ما حد عطاك اياه من غير شيء، لازم فيها سبه. والله انا مقربه يعني لاخواني كلهم. ما شاء الله. انا لهم. فانت صايره لام حق كل الاخوان ليش مقربه؟ انا لهم. ما شاء الله عسى الله يخليك ذخر لهم ان شاء الله. بيوفقك يا رب. امين الله يجزاك الجنه. عامل التراث انا زي والله عيالي بالبيت. اخاف عليهم يعني من الهواء واخاف عليهم من الشمس تدمرهم او تخرب حاجات بهم يعني معامل. اخيرا يا ام ماجد والله نورت السعوديه صراحه انت وضيوفك وخير مقبل ان شاء الله بوجوهكم ان شاء الله طيب ان شاء الله. طول بعمرك يخليك خير مقبل ان شاء الله والشر زال. امين الله يجزاك. اخواننا هني في بريده اللي بغوا يصورون صوره جماعيه شو يقولون؟ خلاص سد الخلل. شطر عليه الطواري حامة
ابو الخير باستضافه اخونا احمد صالح البراك على الغداء. هنشوف الحين المكان. وباستضافه اخواننا عبد الرحمن سلطان المطلق كافو. هذيل النشامه. الله يسلمك. طول عمرك. حياك استاذ احمد البراك. السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله بالخير. حياك تفضل يا ابو جابر. يلا حياك. السلام عليكم. يا هلا الله. ان شاء الله اشهد ديوان العجيب. لا اله الا الله. حيا الله الشباب. هاي الشباب هني وهالمكان الزين ما شاء الله. سلطان وين بتودينا؟ حياك. ما شاء الله ايش هالجلسه الحلوه. الشتاء هذه. هاي مالت الشتاء؟ اي ما شاء الله. نحن بانتظارك يا ابو جابر. ان شاء الله. يلا هذا هني ابو احمد بقلطنا على الغداء ويا سلطان عبد الرحمن. يلا ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. بسم الله. يا هلا والله ابو جابر. يا هلا والله. هلا فيك سلمك. على حدود القصيم في قصر المشكوك. هنا بنشوف اسمه. هذا ويانا هني سليمان راح يروينا باب الضيوف. يلا هذا ندخل هني من الباب. هذا الباب صار له 300 سنة على عمر القصر. اسمها الفرجة. ايه. هذه طبعا هو القصر مرتفع شوي مسجد. عاد. مرتفع حوالي متر. هذا فيها واحد مسلح دائما جالس هنا. ايه. بحيث انه يراقب اللي يدخلون. احنا عندنا بالقصر اربع قهاوي يعني 4 مجالس. ايه. كل قهوه خاصه باشخاص معينين. في قهوه خارجيه هذه للضيف العام اللي ما يدرى وش. ايه. القصر هذا عمره 300 سنه يعني انزين. اخر وريث له متوفي الان له كذا و80 سنه. انزين. فهذه القهوه احنا ندخل لها الحين تسمى قهوه الطاري. هذه تفضل. هذا المجلس الرئيسي او الكبير. اي. اللي هو يستقبلوه كبار الشعب. فاصل بين الرجال وبين الحي. اي. والباب على نفسه هذا. هذول على نفسهم حاولنا من المسجد. هذا المسجد طال عمرك المسجد هذا لا صار في مسجدين واحد برا داخلي. اي. يقدروا يصلوا فيه اذا صار فيه اشكاليه يعني حرب ولا محاصره ولا اي وضع سيء يعني برا. نعم. هذا القصر. هذا المسجد. اي. ويعني لو لاحظت الجدار طال عمرك تاخذ عليه بس. هذا الجدار اللي يستمر 300 سنه. هذا شوف هذا الجدار. اي. وهذا الجدار الثاني. شوف اللي الان طاح الثاني. كل القصر مبني 3 جدران شنو؟ جدار. اي جدران شنو؟ طين عروق طين. اي. العرق ما هو مثل اللبن اللبن يعني ما هو مثل اللبن. العرق يتحمل شوف 300 سنه طاح واحد منه بس. اي. هذا بخلينا احنا فتحناه على اساس نشتغل خدمات القصر وخليناه على اساس نوري الناس اللي يجي نوريه انه ليش استمر هذا. هذه طال عمرك العين. طلع هذه طال عمر الماء. شوف المشكوك هذا يسمي القصر عليه. اي. هذا الشق اللي داخل. هناك. اللي هناك. تسمى قصر المشقوق هذا كله بسبة هالشق هذا اللي جاي من 2 كيلو. نعم. الماي هذا ويطلع بعدين لا انت معشق احنا نسميه
احنا نسميه معشش، يسمونه براي يسمونه حفاظ. اي. له عدة اسماء. اي. نسميه معشش. والواحد نسميه هذا جناح خاص القصر طول العمر. هذا السويت يعني؟ اي. اي نعم، فيه 7 أجنحة. اي. كل جناح شيء له. وش يا اخي تفضل شوف. هذا شنو؟ هذه طبعا وسط القصر، هذا المنطقة اللي داخل القصر صالة. اي. وعندها عدة أشياء. هذه خاصة بالتمر طبعا. الغرفة هذه خاصة بخزن التمر. هذه الجصة. شوف التمر يعبى من هنا. يغطى بالحصى. بالحصى بعد ايش يصير؟ بالحصى يطلع الدبس من هنا، يحطوا له طاسة من هنا بالشكل هذا، وياخذ الدبس مرة ثانية ويرده ويصبه من فوق. طبعا مكان على كرسي شوف. كله. ليش؟ هالمنطقة احنا بكم لأن وياكم جالسين احنا والشباب يعبونها ماء عشان الخشاش ما يدخل على التمر. عدل. وعلشان انه يبرد على سمى هذا نوع من التمر، يمكن مكتومي، يمكن نوع من انواع، انا ما ادري بالضبط وش. لكن هذا نوع من التمر يحطونه بهذه، يغمونه ويسكرونه السكر اللي عندنا يجمد يصير يابس، والناس يحبونه يبسوا يحطونه بالحوض، يحطونه بالحوض هذا ويغطونه نفس الطريقه. يعني المنطقه دي بس خاصه بالتمر فقط. هذا ونوصل الى ارض مضارب بني عبس. حياكم الله في ديرة عنتر بن شداد. اللي تشوفونه وراي هذا قصر عنترة بني عبس. لما جو هني قبل 1500 سنة استقروا في هالمكان. هذا القصر فوق الحين نطلع له بتشوفونه من فوق. هذا الجليب بير الماي بير عنتر. هذا كانوا قبيلة بني عبس كلهم يجون هني. مرك احنا نمشي معه، هذا له قصه مشهوره، بس انت كل لا تتكلم الا عن عنتر وقول ذلك ما انا تعجبني صراحتك. هذا طال عمر. ايمن هاي شنو هني؟ هذا طال عمر تلعة حتمل اسمه. اي. تلعة احنا نسميه الوادي الكبير يسمونه تلعة بسيبه بلغتنا. اي. هذا واحد شخص اسمه حتمل، يقولون انه هذا اللي مروا على قصيبه، فيقولون انه عجزوا عنه، يعني اكثر الناس احتالوا عليه حيله وجوه اشخاص وقالوا يعني استدرجوه كلها شلالات. شلالات ماء كلها. ما شاء الله. ترى الطين هذا طين ترى مو يعني زي الكيماوي نسميه احنا دثور. هذا هني اللي بقى من قصر عنتر. هني ابو سليمان شنو وش لقيت؟ هذا شماغ عنتر بن شداد. خليناه احنا قلنا نبيه. كم مقاس الشماغ؟ كبير بالحيل طال عمرك، لما يقولون انه طوله عنتر 10 امتار. هذا طوله يقولون 120 في 120. صور القصر طال عمرك الغرف والبنيان. انا اذكر اخرهن يعني وهذا هني كان باقي من السور هنا شوي. السور الغربي. وطبعا الجليب اللي وين كنا فيه؟ كنا قبل شوي زرناه. وفيه فتحه تنزل الى الجليد، في فتحه في نفس الجبال. المنظر ولا اروع. هذا هني قصر عنتر رحمة الله عليه وشماغه. هذا القصر اللي قدامنا، هذا قصر مطلد. هذا هناك فيه برج من قدامهم. قدام برج يعطي احياء قصيبه تسمى منازل قصيبه عده منازل. ما شاء الله. هاي طريقة الجنوبية. قصيبة كانت كلها متصلة من أولها إلى آخرها، نفس النخل، هذا نفس النموذج ولكن المواريث هي اللي دمرت النخيل وخلت الناس يتركون النزاع. هذا البرج؟ لا برج علوي، برج سفلي زي ما أنت شايف هناك. إذا صار فيها الخط من ناحية الغرب، لذلك هذا اللي بالبرج السفلي. شنو؟ ايوه عافية على حبيبتي. يا صلاتي على النبي
الله بالخير عند سمو الامير دكتور فيصل بن مشعل ال سعود. مساك الله بالخير، طول العمر. مساك الله بالخير سمو الشيخ. الله يطول لي بعمرك، خليك. كرمك الله يا طويل العمر على العشاء الزين. الله يحييك واستضافتك لنا. الله يحييك. وسامحنا طويل العمر، لفينا القصيم اليوم كلها. معيدين اليوم والحنا الليله سعيدين بوجود الشيخ ماجد عندنا الليله، حنا سعيدين كل السعاده ونعتز ونفتخر بوجوده بيننا عند اهله في بلد. يا طويل العمر القصيم ديره انا عجبتني، واقول يا طويل العمر المفروض ان الناس هم يعني تعرف عنها، وان شاء الله يكون انا غطيت هالامور هذه فيا طويل العمر انا اقول المفروض انها تكون مكان للسياحه في السعوديه وفي الخليج، فيها يا طويل العمر جميع المقومات انها تطلع بالسياحه صراحه بالخليج. فانت بطال عمرك دعمك لنا يا طويل العمر، دعمك لنا علشان كل هالاماكن السياحيه للاخوان اللي يتابعونا ان تسهل لهم الامور ان يجون يزورونها. ابد اقول حنا الساعه مباركه وحنا نعتز ونفتخر بوجودك بيننا، وهذه ابرك الساعات، والجميع الحقيقه لهم القلوب مفتوحه والابواب مفتوحه. وجودك بيننا اليوم نعتبره مفخره ونعتز به. انا اسميك الحقيقه سفير السياحه الخليجي الذي دائما يعني له مكانه كبيره في كل. الآن أصبح سمو الشيخ ماجد هو سفير السياحة الخليجي الذي نعتز به وتفتخر به كل دول الخليج. عسى عمرك طويل، ما عليك زود يا المحبة والمودة بين دول الخليج. عسى عمرك طويل. بين الكويت والسعودية وجميع دول الخليج. عسى عمرك طويل ويخليك لنا ذخر يا طويل العمر. أنت سفير المحبة، سفير للسياحة والمحبة يا طويل العمر. الحين مهرجان التمور جاء بالصيف، لكن انا اقول القصيم بتكون حلوه بالشتاء. احنا ان شاء الله نبيك عندنا في الشتاء، والبيت بيتك ومحلك، ولا نرضى في اوتيل، نبيك تسكن ان شاء الله. ترحب بالجميع، والقلوب في منطقة القصيم مفتوحة للجميع، القلوب قبل الأبواب، ونرحب بالجميع في منطقة القصيم في مهرجاناتها. الحين أطلب منك يا طويل العمر الناس اللي تابعتني وشافت الفعاليات والأماكن اللي رحت لها إني أذكر لهم الرقم يتواصلون فيه أو إيميل، علشان يصير رقم وهالإيميل لازم يجينا من الإخوان هني، تعطونا إياه عشان نعرضه للمتابعين. بإذن الله تعالى بيزودكم مدير المسؤول عن السياحة عندنا في كل ما يحتاجه السائح أو المتجه إلى منطقة القصيم، سوف يزود به إن شاء الله مدير السياحة عندنا في منطقة القصيم لجميع الإخوان الراغبين في زيارة وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرة هذه الليلة. نوما هانئا وتصبحون على خير. يلا قول والخير مقبل. Good morning, Sheikh Majid. My name is Marcin Pszczoła. I'm from Canada, and I'd like to tell you something. Good is coming. خير مقبل. سلطان عبد الرحمن من السعودية. الخير مقبل. وتين من السعودية. الخير مقبل. خير مقبل يا أبو صباح. خالد عبد الرحمن من السعودية. الخير مقبل. حبيبي دام اللقاء بك قريبي ما عاد عني تغيبي والخير مقبل حبيبي. وانا قصيمي شفت اشياء ما قد شفتها في حياتي، قسما بالله مبدع ذا الانسان، وشكرا. شكرا يا ماجد. اتمنى يعني اللي عنده ماجد هذا حسابه يقول لك عز شكرا من عز، لانه والله العظيم انسان ذاب. واشكرك من كل قلبي على ما قدمته هذا اليوم، على المجهود الرائع والجبار. برافو عليك. الوالدة الله يطول في عمرها بعد ما شافت السنابات اليوم قالت لازم اروح القصيم، وبشرك الان احنا وصلنا القصيم، ان شاء الله صباح بنزور اللي انت زرته. احنا نقول الشيخ والخير مقبل، كثر من امثاله.